السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا أحلى وأغلى أخوات ومتابعين، يا رب تكونوا في خير دايمًا وتكونوا في أحسن حال، اللهم آمين. عارفين إن ممكن شريط دوا بس ب10 جنيه ممكن ينقذ دورة طيور كاملة تكونوا دافعين فيها الآلافات؟ إحنا عندنا كنز يا جماعة في البيت، دايمًا الأدوية دي بتكون موجودة في البيت، النهارده بقى هاكشف لكم سر في الصيدلية البشرية. فيديو النهارده يا جماعة قوي جدًا ومليان، وهنتكلم عن أهم 10 أدوية بشرية وكمان البدايل بتاعتها، يعني لو مش متوفر دوا هتلاقوا التاني. خدوا بالكم في سر جامد في الدوا رقم 10 بالذات، لإن ده هيعالج السالمونيلا اللي موّتت طيور كتير وناس كتير أوي كانت سألتني عنه. كمّلوا بس كده معايا الفيديو للنهاية، عشان إن شاء الله بإذن الله يعني هتوفّروا في الميزانية وهتطلّعوا كمان دورة ناجحة. أهلًا بيكم في قناتكم الحياة أحلى مع سمسم. قبل ما نبدأ بقى يا جماعة يا ريت كده تدعموني بلايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، ونبدأ يالّا الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أول مشكلة عامة طبعًا بتقابلنا كلنا هو إيه؟ الإسهال البني أو الأبيض، اللي هو بيبقى منتشر جدًا، 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 ونبقى مش عارفين نعمل فيه إيه. فالإسهال البني أو الأبيض علاجه بقى هيكون إيه؟ هو الفلاجيل 500 ده مطهّر معوي جبار يا جماعة. أنا هاقول لكم النهارده الجرعة وكل حاجة بالتفاصيل. الجرعة تكون 5 سنتي لو هو شُرب على لتر المَيّة، أو لو هو قراص فهيكون قرص مطحون على 2 لتر مَيّة، وده لمدة قد إيه؟ لمدة 3 أيام أو 5 أيام لمدة 12 ساعة حسب الحالة، يعني نستخدمه 3 أو نستخدمه 5 على حسب الحالة. طب البديل بتاعه هو الأنتينال بنفس الجرعة، اللي هو برضه 5 سنتي لو شُرب على لتر المَيّة، أو الكبسولة اللي إحنا هنفضّيها على 2 لتر مَيّة. ده هيخلّصنا خالص إن شاء الله من الإسهال، وما تقلقوش خالص يا جماعة من الإسهال البُني اللي بيكون موجود كده في أول كام يوم من عمرهم، هو يعني بيروح، بس إحنا نضبّط الحرارة والفرشة والتهوية. طبعًا ال3 حاجات دول تضبيط الحرارة والفرشة والتهوية من أهم 3 حاجات طول الدورة علشان نطلع يعني إن شاء الله كده بدورة ناجحة. تاني دوا معانا بقى النهارده نستخدمه لو الطيور بتاعتنا بتاكل ما بيبانش عليها وزن، أو حتى مثلًا ممكن تلاقوا الصدر بتاعها كده مسيّف، أو عارفين لو كانت بتبيض وقطعت بيض، أو ممكن تكون كمان عدّى وقت كبير، يعني مثلًا بقى مثلًا عمرها عدّى 6 شهور ولسه ما باضتش، يبقى عندها إيه؟ يبقى عندها ديدان. فالديدان يا جماعة العلاج بتاعها هو البندكس الشراب، ده أشهر وأقوى طارد ديدان بشري. جرعته بقى بنستخدمها إزاي؟ بنستخدم 2 سنتي على لتر المَيّة، ده لمدة يومين. وفي ملحوظة مهمة جدًا تاخدوا بالكم منها، إن لازم يتكرر العلاج ده تاني بعد 14 يوم، علشان يعني نقضي على بيض الديدان تمامًا وما يبقاش فيه يعني فيها أي ديدان، لإنها ممكن ترجع تاني لو إحنا ما رجعناش الجرعة تاني بعد 14 يوم. البيض اللي بيبقى موجود جواهم ده بيض الديدان، يعني بتفقس تاني وتطلّع ديدان، فإحنا لازم نقضي كمان على البيض، فبيتكرر العلاج بعد 14 يوم. طيب الدوا بقى اللي معانا بعد كده ده مهم جدًا، جدًا، خاصةً في الجو اللي إحنا موجودين فيه ده دلوقتي يعني. لو سمعتوا بقى صوت الضفادع، صوت الخنفرة، طبعًا دي حاجة منتشرة جدًا، جدًا ما بين طبعًا مربيين الطيور، وخاصةً يعني الفراخ البيضا، بيبقى محتاجين إيه؟ محتاجين موسّع شعب وطارد بلغم، وهو الإيه؟ الأولفنت الشراب. الأولفنت الشراب الجرعة بتاعته إزاي؟ 5 سنتي برضه على لتر المَيّة لمدة 3 أيام أو 5 أيام، يعني على حسب، بُصّوا يا جماعة على حسب شدة الحالة. طبعًا هو له بدائل كتيرة، لو هو يعني نَفْسه مش متاح فأنتم هاتوا يعني اسألوهم بس هناك كده في الصيدلية على البدائل، هو ليه بدائل كتيرة، لكن في كمان حاجة اسمها برونكس. برونكس ده برضه نُقَط، ده برضه حلو أوي، أوي زي الأولفنت كده، والجرعة بتاعته بتكون 5 نُقَط، هو يعني في قطّارة 5 نُقَط لكل لتر مَيّة، وده برضه لمدة 3 أيام أو 5 أيام، على حسب بقى الإيه، على حسب الحالة. طب لو في عطس أو في رشح عند البط أو الفراخ، على فكرة يا جماعة الأدوية دي للبط أو الفراخ. طب لو في عطس أو في رشح نستخدم بقى الدوا الرابع اللي معانا، وده نُقَط اسمها رينو ستوب بتاعة الأطفال. برضه فيها حاجة بننقّط بيها، ده برضه 5 نُقط، أو ال5 نُقط دول يعتبروا مثلًا لو أنتم هتجيبوها بالسرنجة فهو تقريبًا كده حوالي ربع سنتي على لتر المَيّة. مش متوفّر فالبديل بتاعه هو شراب النوفلو، نوفلو شراب، والجرعة بتاعته بتكون 2 سنتي على لتر المَيّة، وبرضه 3 أيام أو 5 أيام على حسب الحالة اللي عندكم شدتها قد إيه يعني. خلاص خلّينا بقى ندخل بعد كده على الدوا اللي بعد كده معانا. لو بقى الجو كان حَر، الطيور كانت بتنهج، الطير كاشش، حرارته عالية، كمان عايزة أقول لكم على حاجة، لو هو نَفْسه كمان جاله برد، يعني دلوقتي برضه هو بيعطس وجاله برد وكده، برضه بقى ما فيش غير إيه، الريفو أو الأسبرين، ده ممتاز، ممتاز جدًا للطيور، اللي هو الريفو الأخضر ده، أو الأسبرين اللي هو بيبقى برضه شرايط كده بتبقى أسبرين. ده بنستخدم قد إيه، من نُص قرص لقرص، يعني آمن إن إحنا نستخدم لحد قرص، نطحنه ونحطه كده على لتر المَيّة، بس نطحنه كويس علشان كل الأدوية اللي بتبقى أقراص لازم نطحنها كويس عشان تدوب في المَيّة. ده متوفر منه شريط اللي هو الأسبرين أو الريفو اللي هو إيه، الأخضر ده. طب ندخل بقى بعد كده على الدوا اللي بعده،
هنبتدي بقى نغيّر العلف، نغيّر العلف من البادي النامي. خدوا بالكم يا جماعة الدوا اللي جاي ده مهم جدًا، 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 جدًا ولا غنى عنه طول الدورة. تغيير العلف من بادي النامي بيعمل إيه، بيعمل سموم فطرية، وأصلًا للأسف كل الأعلاف دلوقتي هتلاقوا فيها طبعًا سموم فطرية، طبعًا ده بيموت الطيور فجأة، تبقوا فجأة كده تلاقوا الفرخة كبرت كده وبقت حلوة وكبيرة وجميلة ووزنها حلو وزي الفل، وفجأة تلاقوها ماتت وإحنا مش عارفين ماتت منين، مش عيانة ولا فيها أي حاجة خالص. بس ده بتبقى سموم فطرية، فإحنا عشان نحمي الكبد بتاعهم يعني، ونمنع الموت المفاجئ ده بنستخدم إيه، بنستخدم الدوا اللي اسمه هيباتيك، الهيباتيك مش الشراب ده، ده بيستخدم كمضاد سموم وكمنشط للكبد، ده ممتاز جدًا يا جماعة لا غنى عنه، خلاص، الجرعة بتاعته بتكون إزاي، بتكون من 3 سنتي ل5 سنتي، 5 سنتي دي أقصى حاجة، خدوا بالكم من الجرعات كويس. على لتر المَيّة بعد عُمر 10 أيام. يعني أي لخبطة في الجرعات يا جماعة بتبقى غلط. بنستخدمه يومين كل أسبوع كده كوقاية، أو ال3 أيام اللي هم لمّا نيجي نغيّر فيهم العلف من بادي النامي عارفين إن إحنا لازم نستخدم مضاد سموم، فلو ما فيش مضاد سموم من الصيدلية البيطرية بنروح نجيب بقى الهيباتيك ده. أو لو أنتم هتدّوا أي جرعة مضاد حيوي مثلًا تعبوا لا قدّر الله ومضطرين تدّوا مضاد حيوي، فبعديها برضه ادّوا إيه، المنشط الكبد ده، أو اللي هو برضه مضاد السموم، اللي هو الهيباتيك ده. نيجي بقى بعد كده للحاجة اللي بتهمنا كلنا، بس قبل ما نقولها بقى، لو استفدتوا ما ننساش اللايكات، لو استفدتوا ولو بمعلومة واحدة، اللايكات يا أحلى أخوات. بُصّوا بقى، لو محتاجين البط والفراخ تشيل لحم بسرعة، عايزينها تحوّل العلف، نفتح الشهية، نحسّن النمو ونحسّن الهضم، يعني كل ده يعني عايزين كل حباية علف تتهضم صح وتتحوّل لوزن، يبقى عشان نسرّع النمو بتاعها وعلشان يكون التحويل زي الفل، نستخدم حاجة اسمها دايجينورم. دايجينورم لو مش متوفّر يبقى نيو دايجستين، يبقى دايجينورم أو نيو دايجستين، هُم الاتنين زي بعض، هُم الاتنين فاتح شهية ومُهضم، ممتازين جدًا، 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 بيهضموا كويس أوي، يخلّوا العلف يعني كل حباية علف كده تتحوّل للوزن، وفي نفس الوقت بيفتحوا الشهية لو هُم ما عندهمش شهية، الجرعة بتاعته قد إيه، 5 سنتي على لتر المَيّة، ده بيخلّي الطير يستفيد من كل حباية بياكلها، وده ممكن نستخدمه بقى كمان 3 مرات في الأسبوع لو إحنا مثلًا إيه، عايزين نفتح الشهية أو نزوّد الوزن بتاعها، خلاص؟ خلّينا بعد كده بقى نقول الدوا اللي بعد كده معانا، ده دوا مهم جدًا لكل مربّي البط والفراخ كمان، يعني بُصّوا حاجة مهمة جدًا برضه، لو الفراخ اللي عندكم بقى بتبيض بيض بريشت، عارفين اللي هو بتبقى قشرته ضعيفة ده، أو البط جاله كساح، فجأة كده لقيتوا البط رقد كده على الأرض وما بيتحركش وعنده كساح، ده بيبقى عنده إيه، عنده نقص كالسيوم، برضه الفراخ عشان تبيض وعشان تبقى صحتها كويسة وعشان تبيض البيضة تكون بيضة قشرتها تكون كويسة، لازم كالسيوم، لازم كالسيوم يا جماعة. فالحل في إيه بقى، في الكالسيوم البشري ده اسمه ديكال B12، ديكال B12. ده الجرعة بتاعته بنحط منه 5 سنتي على لتر المَيّة، ده بيساعد الفراخ إنها تزوّد من إنتاج البيض، بيخلّي القشرة بتاعتها تكون كده يعني حاجة كده قوية، وكمان الكساح اللي هو بييجي كتير أوي في البط ده، أنتم عارفين البط بييجي له كساح بشكل رهيب يعني، الكالسيوم ده ممتاز، ممتاز. الدوا ده بقى اللي هو اللي أنا قُلت لكم عليه اللي هو الديكال ده، ده بنستخدمه كده مرتين أو 3 في الأسبوع، خاصةً يعني للفراخ اللي بتبيض، خدوا بالكم الفراخ اللي بتبيض دي لازم لها كالسيوم باستمرار، وطبعًا للبط برضه عشان موضوع الكساح ده لازم له برضه كالسيوم. نيجي بقى للجو الساقعة اللي إحنا فيه، إزاي بقى نحمي طيورنا، إزاي نرفع مناعتهم علشان أصلًا ما يتعبوش، خاصةً بقى الشوطة اللي بتيجي لا قدّر الله تاخد بقى الفراخ البلدي دي في سكتها كمان، يعني بالذات أكتر يعني تبقى الفراخ البلدي في الجو الساقع اللي إحنا فيه ده، عشان نحمي بقى كل الطيور، بُصّوا الأدوية دي لكل الطيور والله، جميل جدًا، جدًا، عشان نحمي الطيور بقى بتاعتنا كمان من الفيروسات والعدوى والشوطة والكلام ده كله، يبقى لازم نرفع المناعة، هنرفع المناعة بإيه؟ بدوا اسمه إيميولانت شراب، الإيميولانت ده الجرعة بتاعته من 3 سنتي ل5 سنتي، ما نزوّدش الجرعة يا جماعة، من 3 سنتي ل5 سنتي على لتر المَيّة، بنستخدمه مرتين في الأسبوع. ده بُصّوا بيخلّي المناعة قوية جدًا، يعني أنتم ده اسمه رافع مناعة، دوا رافع مناعة ممتاز، 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 حلو أوي، أوي الدوا ده كرافع مناعة، لو هُم لا قدّر الله تعبوا، جالهم دور مثلًا عيا وخدوا مضاد حيوي أو حاجة زي كده، بعديه برضه على طول لازم نرفع المناعة، يعني لازم تستخدموا حاجة ترفع المناعة، فرافع المناعة هو الأميولانت ده، عايزين تستخدموه كوقاية يبقى ممكن تستخدموه مرتين في الأسبوع، بيخلّي المناعة بتاعتهم قوية جدًا، أصلًا ما يصيبهمش حاجة يعني إن شاء الله. نيجي بقى لأهم حاجة سألتوني عليها وهي علاج السالمونيلا، دي جات لي عليها أسئلة كتيرة أوي، لإن السالمونيلا دي يا جماعة قاتلة ومُعدية، ويعني حاجة بجد سيئة جدًا يعني لو كانت يعني الفراخ اتصابت بيها يعني. فالعلاج يا جماعة بتاعها اسمه سيتريم، لو مش موجود السيتريم بس الأدوية دي إن شاء الله بإذن الله هتلاقوها يعني وموجودة، فبديله برضه موجود معانا اسمه سيدوستين، خلاص؟ يبقى يا إما سيتريم
يا إما سيدوستين. طبعًا كل الأدوية يعني صورتها ظهرت قدّامكم على الشاشة عشان تبقوا كمان الاسم تكتبوا كده إيه، ورايا يعني الاسم، وأنتم بقى كمان بورقة وقلم كده تكتبوا بقى الجرعات. طيب الستريم أو السيدوستين ده بنستخدم 2 سنتي، لإن الأدوية البشرية يا جماعة بتبقى قوية، وبتبقى طبعًا معمولة أصلًا عشان البشر مش عشان الطيور، فإحنا بنستخدم أقل تركيز علشان يعني ما يأذيش برضه في الآخر الكلى بتاعة الطيور. يبقى الجرعة بتاعتنا إيه، 2 سنتي على لتر المَيّة لمدة 5 أيام. في بديل كمان على فكرة قوي جدًا اسمه سيبترين، سيبترين شراب برضه جرعة 2 سنتي على لتر المَيّة من 3 ل5 أيام، على حسب إيه، على حسب بقى الحالة برضه اللي عندكم. يبقى يا إما السالمونيلا قُلنا يا إما سيتريم، يا إما سيدوستين، يا إما سيبترين. وخدوا بالكم من حاجة يا جماعة، الدوا بيتحط على المَيّة لمدة 12 ساعة بس في اليوم، يعني مش بنفضل سايبين قدّامهم الدوا 24 ساعة، لأ، هتحطوه بس 12 ساعة. وال12 ساعة التانية بنحط لهم مَيّة بيضا أو مَيّة نضيفة يعني عشان نريّح الكبد والكلى بتاعة الطائر. خلاص؟ وخدوا بالكم كمان يعني ركّزوا، الغلطة اللي بتموّت الطيور هي زيادة الجرعة، زيادة الجرعة غلط جدًا. الدوا البشري زي ما قُلت لكم تركيزه عالي، فلو قُلنا 5 سنتي يبقى 5 سنتي، 2 سنتي يبقى 2 سنتي، بلاش بقى نزوّد زيادة ونقول إيه، يعني يمكن يجيب معاهم مفعول أسرع والّا حاجة، لأ، عشان برضه نحافظ على الكلى وعلى الكبد بتاع الطيور. أنا يا جماعة تعبت والله في الفيديو ده لحد أمّا جمّعت لكم كل حاجة، يعني إن شاء الله يعني هو يعني لو ظهر برضه قدّامي حاجات تانية أو أنا افتكرت أي أدوية تانية هاعمل لكم بيها بقى فيديو تاني إن شاء الله، لإن برضه لسه في حاجات تانية، بس هاخلّيها بقى في فيديو تاني عشان برضه أنا ما باحبش أطوّل أوي عليكم الفيديوهات، عشان في ناس برضه بتشوف من الباقة وكده ما نضايقش كل الناس يعني. فأنا تعبت يا جماعة في الفيديو ده بقى، فيا ريت كده عشان أقدر أفيدكم والله، فلو استفدتوا يعني بمعلومة ولو واحدة بس ما تنسوش أول حاجة أنا أحبها إن هي تكون دعوة كده لأختكم في الله. تاني حاجة بقى أنا عايزة لايك عشان عاوزة الفيديو ده ينفجر لايكات، ماشي؟ وعايزاكم بقى تشتركوا في القناة لو أنتم مش مشتركين عندي، وshare كتير عشان نفيد غيرنا، وقولوا لي بقى في التعليقات إيه أكتر مشكلة قابلتكم مع طيوركم، وإيه أكتر مرض يعني قابلكم واستعملتوا أي دوا من الأدوية اللي أنا قُلت لكم عليها. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. الفيديو الجاي هيبقى فيه مفاجأة كبيرة، فركّزوا بقى وخليكم معايا وتابعوا معايا وفعّلوا الجرس للكل عشان يوصلكم إشعار يا جماعة بكل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير إن شاء الله، سلام عليكم.